من اهلها ازاي؟ ازاي يا اخي؟ والله العظيم انت واقع في ظلم بشع. كيف تمنع زوجتك من ان تزور والدها، من ان تزور امها؟ والله العظيم انت في ظلم بشع، والظلم ظلمات يوم القيامه. يا مظالم الليالي ترفع الشكوى لرب البيت فراج الهموم. انت مش عاوز تروح، ماشي ماشي، وان كان هذا من باب القطيعه ايضا لانهم رحمك، لكن يجب عليك ان لا تحرم امرأتك من ان تصل اهلها. يا اخي هل تقبل انت ان تحول امرأتك بينك وبين زيارة والديك؟ لا تقبل. فلا يجوز لزوج يتقي الله ويراقب الله عز وجل ان يمنع امرأته من ان تصل اهلها ومن ان تزور اهلها. يقول لي يا مولانا ده الناس دي مش ملتزمين وما عندهمش دين. الله، طب انت مش هو ده البيت اللي انت واخدها منها يا مولانا ولا ايه؟ مش هو ده البيت اللي انت واخد زوجتك منه؟ الوقت ما بقوش ملتزمين وما بقوش مؤدبين ما هو ده البيت يا عمي. لما تروح انت تنصح وتوجه بكلمه جميله بكلمه رقيقه، هتقول لي ما بنتصحوش، خلاص ما تقطعش الزوج حتى ولو كان والدها كافرا اصليا، حتى ولو كانت امها كافره اصليه. ايه الكلام ده؟ ايوه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاءت يعني سبحان الله السيده مسلمه بتقول اسماء بتقول لرسول جاءتني امي رسول يوم مشركه افاصلها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك. جاءت امي وهي راغبه افاصلها؟ قال نعم صلي امك. راغبه في النفقه، راغبه في الاسلام، راغبه في البر، راغبه في الصدقه، كل ما شئت، كل هذا وارد. لكن لا يحل لزوج يتقي الله ان يمنع امراته من صله اهلها ومن زياره اهلها، فان امتنعت انت فلا يجوز لك ان تمنعها.